السلام عليكم واهلا بيكم في برنامج حكاوي فنيه بالتقليه. حكايتنا النهارده مع الاستاذه شاشه، ودي ست بتشتغل ستايلست في الاعمال الفنيه، يعني هي اللي بتظبط اللبس والهدوم للممثلين والكومبارس ولاي حد بيطلع على الشاشه. وهي ست طويله بس معفوره في طريقه لبسها، يعني هي طويله وبتلبس طاقية طالي وكفيه طويله بطولها لغايه ما توصل الارض، وفانيلا برقبه هاي كول، وبنطلون جينز رابطه حوالين منه شنطه. بس العجيب في الموضوع كله انها ماسكه عكاز في ايديها. ماسكه عكاز في ايديها ليه مش عارفين. هل هتتظبط بيه اللبس؟ تشاور بيه على الالوان تحددها؟ ولا تعمل ايه بالظبط؟ مش عارفين. المهم ان صوتها كمان رخيم وعميق وقوي، فكرنا بعميد المسرح العربي الاستاذ يوسف وهبي. وحكايه شاشه، حكايه الست شاشه ابتدت من صغرها وهي عيله. كانت تمسك صور النيجاتيف. زمان كانوا يقصوا صور النيجاتيف بتاعت الافلام، يحطوا كام منظر كده في ظرف، يبيعوا الظرف ب3 تعريفه. كانت تشتري الظرف وتطلع منه منظر وتحطه تلزقه من بره كده على ازازه مليانه ميه، ازاز ميه شفافه زي الفل، وتحطها جنب الحيط وورا منها ورقه بيضه وكبيره زي الشاشه، يعني بمثابه شاشه، وتمسك مرايه وفي ضوء الشمس تعكس الاشعه على المنظر، يضرب في الميه ورا منها يكبر على الشاشه يبقى زي السيما. فمن هنا سموها شاشه. ابوها كان راجل يعني مترجم كبير واستاذ، فلقوا اصحابها بيقولوا لها يا شاشه، فغضب. فراحت لصاحباتها قالت لهم يا جماعه بابا غضب عشان انتوا بتقولوا لي شاشه وكده. فخلاص قالوا لها تبقى انت شاشه بنت الغضبان، شاشه غضبان. بقت من ساعتها اسمها شاشه الغضبان. والاستاذه شاشه بتتعرض لمواقف كتير هي اللي بتغضبها، يعني المواقف هي اللي بتزعلها في الشغل. يعني مثلا ومره لبست كومبارس بدله عسكري، كان الجو حر والمفروض ان هو يلبس بدله عسكري صوف، بيلبسها مش بيصور، لا بيستنى لغايه ما يجي المشهد بتاعه. صاحبنا استنى كتير، استنى كام ساعه، فرهد من الحر، فضل يعرق لغايه ما جاله هبوط ووقع. جه المخرج يطلبه عشان يصور المشهد لقوه مسخسخ. شاشه غضبت، بس الحمد لله كان معاها حته شوكولاته، راحت مطلعاها مدياها للعسكري اللي هو الكومبارس، فوقته وقام صور المشهد. عادي. لكن في مره ثانيه برضه في شغلها حاجات بتضايقها. المره دي كان عسكري ولبسته بس بدله بيضه زي الفل، وبقال ما لبستها له كانت قيسته بتاع 5-6 بدل ومجوش على مقاسه، ندهت للصنايعي خلته عمل بدله مخصوص ليه. وبعد التعب ده كله قالت له اوعى البدله تتوسخ، انت شفت تعبنا فيها قد ايه، خليها كده زي الفل لغايه ما يجي المشهد بتاعك وتصوره. صاحبنا قعد سرح، قعد على قد ما قعد اتضايق، خرج الشارع. لما خرج الشارع كان الشارع مقسوم من نص اتجاه يمين واتجاه شمال بجنينه طويله. راح واخد بعضه وفي الجنينه وعزلها وراح مديها للحنان نام. وكان من الناحيه دي العربيات بتعدي تطرطش عليه ميه كانت موجوده في الارض، والناحيه الثانيه عربيات بتعدي بترفع عليه التراب، كان برضه تراب موجود على الارض، واجتمع التراب مع الميه وعملوا فوق منه وحله يعني
خلت الهدوم بقت حالكة السواد. وهو رايح في النوم مش جريان، جه المخرج عايزه عشان يصور المشهد. يا جماعة فين الراجل العسكري؟ يا جماعة صحابه راحوا دوروا جريوا لغاية ما لقوه نايم. بيصحوه، هو صحي شاف نفسه مش باين له ملامح واسود زي الطين. فضل يرتب يقول طب انا هعمل ايه مع الاستاذه شاشه دي، فضلت منبهه عليا. المهم خد بعضه وراح. راح هي شافته كده لقب والعكاز في ايديها ورفعتها لفوق وهتديه على اخر لحظه. راحت منزله العكاز في الهواء، قالت لا ارتكب جريمه مش ممكن. وراحت نادت للمساعد بتاعها وقالت له خده على الدش يغسل البدله وبالمره يستحمى. وفضل الشاشه غضبانه زي ما هي غضبانه. وعليكم السلام والى اللقاء.